وموضوعنا النهارده يا عزيزي عن اغبى اختراع في التاريخ. بس مش هو ده، صحيح ايه لازمته؟ اختراع من شدة خطورته والدمار اللي هو بيسببه ما كانش ينفع يبقى موجود مع بشر. في سلاح واحد بس في العالم لو اتفتح ممكن ينهي حياة بلد كاملة في ثواني. السلاح ده هو القنبلة النووية. 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boost, 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 moving up and اكيد سالت نفسك قبل كده مين اللي اخترعها؟ اقول لك برضه اللي اخترعها اكيد واحد دماغه ذريه وكمان وممكن يكون سايكوباتي وعنده حاله نفسيه، بس الاهم اللي صنعها ليه وازاي، وهل في حرب نوويه قريب؟ لو عايز تعرف كمل الفيديو لاخره عشان في اخر الفيديو هنتكلم عن حرب بتكبر يوم ورا يوم بين ايران واسرائيل. قريب رغم الهدنه ممكن الحرب تبقى على نطاق اوسع ويدخل فيها دول تانية زي كوريا وروسيا مثلا، وازاي القنبله النوويه ممكن تكون هي الحصان الاسود في الحرب دي. في المشهد ده خلونا نرجع لسنه 1908 عشان في الوقت ده اتولد ادوارد تيلر، عالم فيزياء يهودي من المجر، واللي ابتكر القنبله الهيدروجينيه سنه 1952 عشان يلقب بعدها بابو القنبله الهيدروجينيه. القنبله الهيدروجينيه دي اقوى قنبله في التاريخ واقوى من القنبله النوويه كمان، عشان هي بتعتبر حته من الشمس عشان تطلع كميه الطاقه المهوله اللي هي بتطلعها دي، فبتقسم نواه ذره الهيدروجين عشان هي ذره خفيفه، وده بالظبط اللي بيحصل في القنبله الهيدروجينيه. اما القنبله النوويه فبتقسم نواه ذره تقيله زي اليورانيوم، وده اللي بيطلع كميه الطاقه دي. كمان القنبله الهيدروجينيه اقوى بالاف المرات من القنبله النوويه زي اللي اترمت على هيروشيما وناجازاكي مثلا، عشان هي بتطلع طاقه انفجاريه اكبر بكتير جدا من الانشطار النووي اللي بيحصل في القنبله النوويه. القنبله الهيدروجينيه ممكن تدمر قاره كامله، والحقيقه انها اتجربت قبل كده فعلا في امريكا وروسيا، بس على جزر بعيده في البحر او على اماكن صحراويه نائيه، عشان هي فعلا ممكن تشكل خطر على القاره كلها. وفي سنه 1953 انفجر اقوى انفجار في التاريخ. روسيا جربت القنبله دي فعلا، وده كان اقوى انفجار في التاريخ، واللي بعدها مفيش اي دوله قررت انها تجربه من شده قوه القنبله دي. طيب دلوقتي هتلر سافر المانيا وعاش هناك قبل ما هتلر يمسك الحكم، لكن بعد ما هتلر مسك الحكم كل حاجه اتغيرت. هتلر زي ما كنا عارفين كان بيكره اليهود، كلنا عارفين انه كان بيحرقهم في الفران فيما يعرف بالهولوكوست، وكان بيعذبهم اشد انواع العذاب. فهتلر هرب على امريكا عشان خاف يحصل فيه كده، وعاش هناك واخد الجنسيه الامريكيه. لكن اثناء هروب تيلر من المانيا المخابرات الامريكيه اللي هي CIA لاحظت ان المانيا بقت بتستورد كميات يورانيوم ضخمه من الكونغو اللي هي كانت تحت سيطرتهم وقتها، وكان في تعتيم كبير جدا من المانيا على الابحاث النوويه، وده شكك العلماء الامريكان ان في مشروع سري ضخم شغال في المانيا، واللي كانوا معرفوش ان المشروع ده هيغير العالم. وسنة 1939 قبل ما تيلر يسافر امريكا وفي اوائل الثلاثينيات قبل ما الحرب العالميه الثانيه تبدا، كان في علماء يهود كتير جدا عايشين في المانيا زي ليو زيلارد وادوارد تيلر، وكانوا عباقره في الفيزياء النوويه والانشطار النووي، خاصه ان نظريه الانشطار النووي كانت لسه طالعه جديد، واللي كان معناها انك لو قدرت تكسر ذره يورانيوم هتطلع طاقه تدميريه ما تتوصفش، ممكن تبخر اي حاجه في وشها، تدمر المدن والبيوت، وممكن توصل انها تحرق بلد كامله. ورغم انهم وصلوا لمرحله مهمه جدا في ابحاثهم الا انهم ما وصلوش انهم يعملوا قنبله فيزيكال، ده كله ابحاث، ما قدروش لسه يعملوا قنبله. في سنه 1938 معلش يا عزيزي انا عارف ان انا عمال اخدك لورا وقدام ونسافر قبل الزمن، بس معلش استحمل شويه عشان هتفهم. اتنين علماء المان اسمهم اوتو هان وليز مايلز قدروا فعلا يعملوا انشطار نووي في المعمل، والخبر ده انتشر بسرعه جدا في الاوساط العالميه والاخبار والجرايد، وكل العلماء الكبار فهموا فورا ان ده معناه انهم يقدروا يصنعوا قنبله نوويه قوتها التدميريه خزعبليه. ليو زيلارد اللي كان عايش وقتها في بريطانيا اتجنن لما سمع الخبر ده وقال يا نهار اسود، لو الالمان النازيين عرفوا يستخدموا البتاع ده قبلنا يبقى العالم يبقى في خطر، دول معاهم سلاح فتاك ممكن يدمر العالم، خصوصا ان العلماء الالمان
في الوقت ده ساعتها كانوا تبع كلهم الحكومة النازية اللي هدفها انها تسيطر على اوروبا وعلى العالم كله. فليو زيلارد استنتج ان المانيا هتستعمل القنبلة النووية في غزو اوروبا. زيلارد كان ذكي جدا وعارف ان النازيين عندهم علماء كبار زي فرينز هاينزبرج، وكانوا ممكن يستخدموا المعرفة النووية عشان يصنعوا قنبلة ذرية. وده اللي خلاه يسافر لأمريكا في أقرب وقت عشان يعمل حاجة أقل ما يقال عنها إنها جنون. بعد ما أوتو هان وليز ماينتز أعلنوا اكتشاف الانشطار النووي في يناير وفبراير 1993، زيلارد قعد مع زمايله زي تيلر مثلا وقرروا يعملوا حاجة كبيرة جدا. ليو زيلارد كان خايف إن ألمانيا النازية ممكن تستخدم التكنولوجيا دي عشان تصنع سلاح نووي دموي، خصوصا بعد تحركاتهم لاستيراد اليورانيوم من الكونغو. فقالوا انهم لازم انهم يحذروا امريكا في اسرع وقت، انتهزوا فرصه انهم كانوا كده كده مسافرين امريكا عشان يعملوا كده. طب هو السفر لامريكا هو اللي يحل المصيبه اللي احنا فيها دي؟ سافروا امريكا وكان الحل انهم يبلغوا حد كبير وتقيل وليه راي في البلد، مش اي حد، وكمان لازم يكون في نفس المجال العلمي. فقالوا مين العالم الوحيد اللي الحكومه الامريكيه هتسمعه؟ ألبرت أينشتاين، لانه كان مشهور جدا في الوقت ده وعنده شعبيه كبيره وكلامه كان مسموع عند الحكومه. راح زيلارد وتيلر على اينشتاين في يوليو 1939 وشرحوا له كل التفاصيل عن الموضوع ده وقالوا له ان المانيا ممكن تستعمل قنبله نوويه مدمره، وفهموه ان الموضوع ده خطر جدا. وبالفعل يوافق اينشتاين على التوقيع على الورقه اللي هتغير موازين القوه في العالم عشان يبعتوها للرئيس الامريكي، ومكانش يعرف انه هيندم اكبر ندم في حياته على التوقيع ده. الورقه دي يا عزيزي كانت عباره عن خطاب للرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت بيحذروه فيها عن خطورة الموضوع، وبيعرفوه ان العلماء الالمان انشأوا مفاعل نووي ونجحوا في تجربة الانشطار النووي، والمصيبة ان ده كله في ايد مين؟ هتلر. واقترحوا على الرئيس الامريكي انه يبدأ العمل على مشروع نووي في اسرع وقت قبل ما المانيا تسبقهم، كده يحصل السباق النووي، كل دولة عايزة تلحق تصنع اول قنبلة نووية. الخطاب ده هو اللي خلى الدولة الامريكية تبدأ مشروع مانهاتن السري اللي نتج عنه أول قنبلة ذرية في التاريخ. وفي 16 يوليو 1954 في مكان بعيد جدا ومعزول عن أي مدن سكنية ينفع يجربوا فيه القنبلة النووية، وتحديدا صحراء نيو مكسيكو، أمريكا فجرت أول قنبلة نووية في التاريخ. التجربة دي كان اسمها ترينتري. اللي حضروا التجربة شافوا كورة نارية ضخمة نورت السماء وهزت الأرض، وقالوا إنهم ما شافوش انفجار زي ده في حياتهم. العالم روبرت اوبنهايمر كان هو قائد المشروع ده. بدأنا بقى نخش بقى في الاكشن عن الحركات بقى والافلام. حب اوبنهايمر بيقول عليه انه كان عبقري جدا ومنعزل على طول، بيحب يقرا ويدرس الفلسفه الهنديه والادب والفيزياء واللغات، ما شاء الله 4 حاجات مالهمش علاقه ببعض. في اقوال بتقول ان اوبنهايمر كان رايح يدي محاضره في هولندا بس ما ادهاش بالانجليزي ولا حاجه، ده اتعلم اللغه الهولنديه من الصفر في 6 اسابيع بس، من غير مدرس من غير كورسات، لا بالكتب بس. نفس الشخص العبقري ده حاول يقتل مدرسه بتفاحة محقونة مواد كيماوية لأنه كان شايف إن المدرس ضده على طول وإن المناهج اللي بيدرسها دي تضيع وقت. لا طبعا، لا عاش ولا كان تضيع وقتك يا اوبنهايمر، معلش حقك عليا أنا. مادام بقى في كيماويات وتفاح بقى لا، حقك عليا مساحة فين. ورغم إنه يبان غريب وعنده حالة نفسية لكن هو تخطى ده كله ومفرقش معاه وبقى قائد مشروع مانهاتن السري اللي نتج عنه أول قنبلة ذرية في التاريخ. الاستخبارات الأمريكية كانت مرعوبة جدا من المشروع ده وكان بيسبب لهم نقطة ضعف كبيرة جدا، وهي إن أنت عندك 100,000 عالم معايشهم قريب من موقع العمل هما وعيلتهم، وكلهم معاهم المعلومات السرية بتاعة القنبلة الذرية اللي ما ينفعش أبدا حد يعرفها ولا حتى عائلتهم. كمان ما كانش ينفع يعرفوا أسماء بعض، كان كل عالم ليه اسم مستعار. وبعد التعب ده كله قدروا فعلا إنهم يفجروا القنبلة النووية. وبعد الانفجار ده اوبنهايمر طلع وقال جملة من كتاب هندوسي: الآن أنا أصبحت الموت، أنا مدمر العوالم. And says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. وبعد ما نجحوا في التجربة دي لكن آلاف العلماء انسحبوا من المشروع بعد نجاحه لأنهم كانوا شايفين إنه سلاح مميت وخطر جدا، وبعتوا جوابات للبيت الأبيض إنهم ما يستخدموش السلاح ده في أي حرب، لكن لو حتى استخدموه بلاش يستخدموه في مدن سكنية فيها ناس عشان ده سلاح فتاك مدمر. إيه ده كله عشان القنبلة النووية؟ بس ليه مش خايفين ان ايران تضرب قنبله نوويه على اسرائيل ولا اسرائيل تضرب عليها كمان؟ يعني ناوي هيعمل ده كله يعني؟ ايوه هيحصل، ولا يمكن انا مش فارق معايا. اصل شفت مرات على ثوره وشفت زلازل وثورات طبيعيه وظواهر طبيعيه
وكورونا متحور واعاصير، فممكن يكونش فارق معايا، ولكن باين ان هو فعلا ما بتعملش حاجه يعني. بندقية. أنا مت موتات أحلى من دي بكتير. عايز تقتلني يا كريم؟ تبدا بقى الحرب البارده بين امريكا والاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا حاليا. كل طرف بيحاول يمتلك اكبر عدد من القنابل النوويه، والقنابل دي بقى بتقوى بالاف المرات من القنبله النوويه العاديه زي اللي اتضربت على اليابان. وصلنا فترات العالم كان فيها ممكن يتحول لتراب لو حصلت غلطة بسيطة في خناقة بين دولتين زي خناقة إيران وإسرائيل. إسرائيل من زمان بتحاول تبني قوة نووية، ويقال إنها بتمتلك من 80 ل 200 راس نووي، لكن عمرها ما اعترفت بكده رسميا. المنشأة النووية في ديمونة بيتقال إنها مركز تصنيع القنابل النووية في إسرائيل. أما إيران عندها برنامج نووي بدون أغراض سلمية عشان تحمي نفسها، وده اللي إسرائيل كانت عايزة تفجره، عشان إسرائيل عايزة تكون شرط الشرق الأوسط ويكون معاها لوحدها مفاتيحهم، ورفض إن أي دولة تانية تناطحها في القوة النووية. عشان كده بدأت الحرب مع إيران بإشارة خضراء من أمريكا، بدعم غير محدود منها، تدخل مباشر وبدعم كمان من أوروبا. في الشهور الأخيرة التوتر بين إيران وإسرائيل اتطور جامد ما بين اغتيالات وتجسس وضربات جوية وإطلاق صواريخ وضرب منشآت نووية. إسرائيل بتبرر ضرباتها إن إيران لو امتلكت قنبلة نووية ده تهديد وجودي ليها ولأمريكا، ودايما بتحشر معاها أمريكا يعني عشان الحماية بس. وإيران شايفة إن من حقها يكون عندها برنامج نووي سلمي وكمان سلاح نووي يعمل توازن للقوة في منطقة الشرق الأوسط. هل إيران وإسرائيل فكروا في الحرب الأخيرة إنهم يستخدموا السلاح النووي؟ أعتقد لأ صراحة، لأن لو حصل كده ممكن يشعل حرب نووية في الشرق الأوسط كله. السؤال بقى، هل العالم مستعد لنسخة جديدة من هيروشيما وناجازاكي تاني؟ القنبلة النووية يا جماعة مش بس سلاح، دي مراية سودة لأسوأ ما في البشر. تخيل كده بشر من نفس النوع يعملوا سلاح فتاك زي ده بإيديهم عشان يحدفوه على بشر تانيين زيهم. ومستنى إيه بقى الحيوانات؟ ده الحيوانات حتى ما بيعملوش كده. القنبلة النووية اللي صنعت بعقول بشرية، لكن دلوقتي هي في أيادي مجموعة من القادة السايكوباتيين واللي بعضهم عنده جنون عظمة، والبعض التاني قتلة مجرمين زي قادة الكيان المدعومين من أمريكا واللي سجلوا أسمائهم في التاريخ بحروف من العار. تخيل كل إبادة جماعية والحروب اللي عملها الكيان من أيام حرب 48 لحد دلوقتي كانت من غير سلاح نووي. تخيل بقى الكيان المجرم ده اللي بيبيد سكان غزة ليل ونهار قدام العالم كله لو استخدم السلاح النووي، مش مع فلسطين اكيد بسبب يعني الموقع الجغرافي لانه كمان هيضرهم، لكن مع اي دولة بتعارض اسرائيل في الشرق الاوسط وبنطاق حلمها التوسعي اسرائيل الكبرى. يا ترى يبقى ايه هو حجم الخسائر؟ يعني مصير العالم كله متروك لاسرائيل؟ هل العالم هيسمح بكده؟ معرفش. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، واستعدوا بقى للقنبلة النووية قريبة. سلام.